ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركة. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. قولوا يا رب. فيديو النهارده هقول لكم على فكرة بسيطة جدا جدا، ولكن هتنجز معاكم وقت كبير جدا. بس كل اللي انا طالباه منكم رجاء تحطوا لي لايك للفيديو، هستنى طبعا رايكم في الكومنتات، ولو تكرمتم لو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بننزلها توصل لكم على طول. بصوا بقى، معاكي كميه مانجا قد ايه قد ايه، مش عايزه اقولك كتير يعني. شوفي بقى انت الكميه اللي عندك. اول حاجه خالص لازم نجيب المانجا بتاعتنا وهنغسلها كويس جدا جدا تحت الميه، علشان مثلا الرمله او الحاجات دي تنزل منها. طبعا انا اتكلمت عن المانجا باستفاضه في الفيديو اللي فات، لو مش شفتوه شوفوه. هسيب لكم الفيديو ده في اخر الفيديو، اللي هو في شاشات النهايه، يا اما هسيب لكم تحت في الكومنتات. خلاص. فيديو حلو جدا. قطعنا المانجا بسرعه وخزناها بسرعه، هيعجبكم ان شاء الله. طبعا اهم حاجه لازم نغسل المانجا كويس جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. واهم نقطه، لو المانجا بتاعتكم خضراء ما تغسلهاش ولا تفتحي فيها تدبي فيها سكينه ولا اي حاجه، سيبها على رخامه وهي خلال يوم او يومين هتلاقيها استوت معاكي. خلاص. نضفنا المانجا بتاعتنا وظبطناها، يلا بقى على المرحله الاهم وهي تقشير المانجا. اول حاجه خالص الطريقه التقليديه بتاعتنا وهي السكينه. لو انت مش عندك مثلا السلاح التاني اللي انا هقولك عليه، هتقشري بالسكينه. هتجيبي سكينه صغيره ورفيعه، ولازم تكون حاميه جدا مسنونه جامد علشان تعرفي تقشري بيها، عشان اللحمه ما يطلعش معاكي في القش بتاعنا. طيب دي الطريقه التقليديه اللي هي البسيطه خالص. طيب انت لو عندك قشره بطاطس، هاتيها وقشري بيها المانجا، هتقشر لك بسرعه جدا 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 يا بنات، بطريقه حلوه انا جربتها وعايزه اقولك اعمليها على طول هتعجبك. هنقشر المانجا بالقشاره اللي هي قشره البطاطس وهتبقى حلوه معاكي. طب لو المانجا بتاعتي مستويه شويه، هقشر بالقشره برضو عادي، ولكن اخر قطعه في القشره دي او اخر قشره خالص انا هشيلها بالسكينه، عشان المانجا بتبقى خلاص كلها اتقشرت وبتبقى ناعمه، فهتلاقيها زفرطت من ايدي. بصوا، القشره بتطلع لي القشره نظيفه ما فيهاش لحمه، على عكس السكينه بتهدر لي في اللحمه ويطلع فيها نسبه لحمه كبيره، فلا. فالقشره حلوه جدا وعمليه ومنجزه فعلا. لو انت بتعاني من ان المانجا مثلا تفريزها صعب بالنسبه لك، لا جربيها هتدعيلي. عايزه اقول لك تفريز المانجا لازم تقشريها وتقطعيها زي ما انا عملت معاكم في الفيديو اللي فات، عشان المانجا ما تسودش معاكي، لانك هتحطيها بقشرها زي ما هي كده هتلاقيها اسودت معاكي وما بقتش حلوه. انما كده بتحافظ على شكلها وعلى طعمها وعلى قوامها كمان. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل كل جديد. شيروا الفيديو كل اصحابكم. ولكن قبل ما اقفل هسيبكم لمدة دقيقة واحدة بس مع التقشير بالسرعة العادية. انا مش مسرعة الفيديو هنا، انا الفيديو عادي بسرعته الطبيعية. بس كده. مع الف سلامة.